دايما يضغط عليا ويقول لي حاولي تصلحي الغلطه دي، انا تعبان معاكي تعبان. انا حبيت اريحه من التعب اللي هو كان تعبان فيه معايا. لما دلتيه وقطعتيه في 10 اكياس كده ريحتيه؟ ما كان دايما يشكي مني، كان دايما يقول انا تعبان منك. خلاص تعبان منك، بدل ما تقتليه هو اقتلي نفسك وتبقى هو استريح خالص. طب ما انا حاولت كتير اموت نفسي ما عرفتش، ورحت الناس ورحت الكنيسه كتير قالوا لي علشان توصلي لحل. نيجي نرجع لسماح. يا سماح، يوم بقى ما حصلت الذبيحه والتقطيع والتكييس والرمي في الزباله، ايه اللي حصل في اليوم ده؟ لا انا ما رضيتش ارميه في الزباله. لا والله فيك الخير، اما رميتيه فين؟ لا كان في خرابه ورانا، ودي الخرابه ما هنش عليك ترميها في الزباله، رحت رميتها في الخرابه. لا الخرابه دي عباره عن طوب زي التربه يعني. زي التربه، ما الانسان كده هيتحلل وهيبقى تراب. لا انا ما رضيتش ارميه ولا اقطعه ولا احطه في اكياس. لا بقى شوف القلب الكبير بقى، شوف ابتدت الحنيه تبان. لا انا استحرمت، مش حكايه قلب كبير ولا حنيه، انا استحرمت. لا ليه هو يعني مش هو للدرجه دي ان انا ارمي في الكده. لا لا والله يا سماح، يعني كلامك ده فعلا والله ابتدى يمس القلب، يعني برضو لا انا العشره ما هنش عليك. لا وما هنش عليا، هو كانسان ليه يتحط في بين الحاجات اللي هي لا مؤاخذه الرديئه.